مرحبا يا أعزائي المشاهدين. اليوم موضوعنا عن قمر. معلومات عامة عن القمر. فيما يأتي بعض من المعلومات المتعلق بالقمر. يبلغ عمر القمر حوالي 4.6 مليار سنة، وهو نفس عمر الأرض تقريبا، وقد يكتشف ذلك من خلال قياس أعمار الصخور القمرية. تبلغ المسافة بين الأرض والقمر حوالي 384 ألف كيلومتر، ويبلغ قطر القمر 3476 كيلومتر. تعادل كتلة القمر أو كمية المواد التي تشكلها حوالي 1/8 من كتلة الأرض. يتساوى الوقت الذي يستغرقه القمر للدوران مرة واحدة حول محوره مع الوقت الذي يستغرقه لإكمال دورة واحدة في مداره حول الأرض، وهو ما يعادل حوالي 27.3 يوما. من يجعل نفس الوجه من القمر دائما موجها للأرض، ويمكن معرفة التفاصيل بقراءة مقال دوران القمر حول نفسه. يدور القمر حول الأرض بسرعة مقدارها 3700 كيلومتر ساعة، ويمكن معرفة التفاصيل بقراءة مقال دوران القمر حول الأرض. لا يدور القمر فعليا حول الشمس بالمعنى الحرفي، بل يدور حول الأرض التي تدور حول الشمس 8، ويمكن التعرف على ذلك بقراءة مقال كم يستغرق القمر للدوران حول الشمس. تعادل الجاذبية على سطح القمر نحو سدس الجاذبية على سطح الأرض. 2. يعادل حجم القمر نحو 27% من حجم الأرض. 2. يعد القمر بيضاوي الشكل وليس دائريا أو كرويا. 2. يبتعد القمر عن كوكب الأرض بشكل تدريجي، ففي كل عام يتحرك ابتعادا عنها بمقدار 3.8 سم. ويعتقد العلماء أن هذه الظاهرة ستستمر بالحدوث لمدة 5 مليار سنة، وعندها سيستغرق القمر وقتا يقدر بنحو 47 يوما ليكمل دورة واحدة حول الأرض، مقارنة بما يقارب 27.3 يوما في الوقت الحالي. 9. يحدث خسوف القمر لونار إكليبس عندما تقع الأرض بين القمر والشمس، من يؤدي إلى حجب ضوء الشمس من الوصول إلى سطح القمر، ويغطي ظل الأرض كامل سطح القمر أو جزءا منه. يعتقد أن هناك أكثر من 500 ألف حفرة على سطح القمر. يمكن 12 شخصا فقط من السير على سطح القمر، كان أولهم نيل أرمسترونغ في عام 1969 ميلادية في ميم أبولو 11، وآخرهم جين سيرنان عام 1972 ميلادية في ميم أبولو 17، والتي أصبحت جميع الرحلات القمرية بعدها مكون من مركبات فضائية دون رواد فضاء. القمر قمر الأرض يعد قمر الأرض خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، والمكان الوحيد بعد كوكب الأرض الذي يمكن الإنسان من الوقوف عليه، والجسم الأكبر والأكثر لمعانا في سماء الأرض ليلا، وهو عبارة عن جسم صخري ذي سطح صلب مليء بالفوهات والحفر، ويطلق عليه اختصارا اسم القمر، لأنه كان القمر الوحيد المعروف من قبل الإنسان حتى اكتشاف الأقمار الأربعة التي تدور حول كوكب المشتري من قبل العالم جاليليو جاليلي في عام 1610 ميلادية. يكون القمر يعتقد العلماء أن القمر تكون نتيجة الاصطدام المعروف باسم الاصطدام العملاقي، والذي نتج عن اصطدام جسم عملاق بحجم كوكب المريخ بكوكب الأرض، وذلك بعد قصيرة من تكون الشمس والنظام الشمسي، الأمر الذي أدنى إلى إطلاق سحابة من الصخور المتبخرة المكون من مزيج من الأرض والجسم الآخر الذي ارتطم بها، والتي بدأت بالدوران في مدار حول الأرض، ثم بردت وتثبت لتكون حلقة من الأجسام الصغيرة الصلبة، والتي تجمعت بعد ذلك لتكون القمر. سطح القمر يعرف جانب القمر الذي يواجه الأرض ويمكن رؤيته منها باسم الوجه القريب للقمر نارسايد، ويقسم إلى مناطق فاتحة اللون تدعى المرتفعات القمرية بالإنجليزية لونار هيغلاندز، ومناطق أخرى منخفضة وداكنة اللون تعرف باسم الماريا بالإنجليزية
ماريا، إذ إن المادة الداكنة التي تملأها عبارة عن حمم بركانية يعود تاريخها إلى الانفجارات البركانية التي حدثت على سطح القمر في فترات امبترمانيكون. أما جانب القمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض يعرف باسم الوجه البعيد للقمر فار سايد، ويختلف عن الوجه القريب بالمظهر والخصائص، فهو لا يحتوي على مناطق ماريا قريبا. اغطي سطح القمر حطاما صخريا بالإنجليزية ريبوليث، تكون من تربة مفتت ومجموعة من الصخور المتناثرة التي قذفت من الفوهات القمرية، ويتكون سطح القمر من عدد من العناصر بنسب مختلفة، هي 43% من الأكسجين، و10% من السيليكون، و19% من المغنيسيوم، و10% من الحديد، و3% من الكالسيوم، و3% من الألمنيوم، و0.42% من الكروم، و0.18% من التيتانيوم، و0.12% من المنغنيز. أطوار القمر. يمر القمر أثناء الشهر الواحد ب8 أطوار مختلفة، هي 6 المحاق بالإنجليزية نيومون. لا يكون الجزء المقابل للأرض من القمر خلال هذا الطور ضاءً من الشمس، ولا يمكن رؤية القمر في السماء. الهلال المتزايد بالإنجليزية واكسين كريشن. يمكن خلال هذا الطور رؤية القمر في مستوى منخفض في السماء، وذلك بعد غروب الشمس مباشرة. التربيع الأول بالإنجليزية فيرست كوارتر. يصل القمر إلى هذا الطور بعد 7 أيام من طور المحاق، ويمكن فيه رؤية نصف سطحه ضاءً فقط خلال النصف الأول من الليل. الأحدب المتزايد بالإنجليزية واكسين جيبوس. يصبح معظم القمر في هذا الطور مرئيا. البدر بالإنجليزية فولمون. يبدو جانب القمر المقابل للأرض خلال هذا الطور ضيئا بالكامل بواسطة أشعة الشمس، ويظهر عند غروب الشمس مباشرة، ويختفي تحت الأفق الغربي عند شروق شمس اليوم التالي. شكرا للمشاهدتكم ومتابعتكم.